في بعض الشبان الجداد اللي بيغنوا بيقولوا ان المؤلفين والملحنين النهارده ما بيدوناش الاهتمام الكافي اللي بيه نقدر نطلع اغنيه. يعني مثلا بيقولوا الملحن بيسجل الاغنيه على كاسيت بصوته ويبعتها له يقول له احفظها. دي وسيله من وسائل الحفظ. وبعدين دي مش حكايه. لا ان هو يحفظ اوكي، انما انه كمان يروح يسجل لوحده بدون وجود الملحن او المؤلف، ده اتهام الحقيقه. لا غلط. ما فيش اللحن. خلي بالك ان اللحن بيبقى او العمل الفني عامه بيبقى زي ابن الانسان. يعني اكيد ما هو ده اللي تسجيلاتي. ما هو ده اللي انا بقوله. يعني اذا كانوا هم بيقولوا كده يبقى هم الى حد ما برضه معذورين. لا انا عايز اقول حاجه. انا بس عايز قبل ده كله الاقي المطرب اللي مش بس يشتكي كده، لا الاقي المطرب اللي يشدني انا من احساسي، مش من عقلي. مش انزل عشان اشاركه اجامله، لا انا عاوز يكون انا مقتنع بيه. يعني ده صوته عنده الموهبه والامكانيات اللي بيراعيها كمان وينميها هو، ويؤمن بانه بيعمل عمل مش سطحي، عمل كبير. يعني يكون اتقان. في فرق بين العمل العادي والاتقان. مين من المطربين الشبان اللي ممكن يشد حضرتك، يشد احساسك حاليا بصراحه؟ والله احنا عندنا ولاد كويسين قوي زي ثروت وزي محمد الحلي وزي مدحت صالح. دول وقاعدين لا يعيبهم الا الاغنيه الجيده. هنا بقى المطربين انا واحد تايهم ما بقول كل واحد بيسمع راي نفسه، مش لما يلاقي انسان سابقه في المجال الفني يسمع كلامه. ما حدش بيسمع كلام حد. ده اللي انا شايفه. بتعيبوا عليه. او يروح هو بقى يقول لك وانا هيقول لي مش عارف ايه وبتاع ده. ما اعمل انا دي هي دي الفرق الكبير اللي بيخسروا بيه كتير. انما لو يستفيد من خبرتي. يعني انا طول عمري طلعت كده مثلا بقعد مع فنان كبير بيطبع عليا. شوفي لدرجه ايه يطبع عليا، يعني اتاثر بيه لهذه الدرجه. اشوف مثلا راجل زي استاذنا الكبير محمد عبد الوهاب. القرب من عبد الوهاب دراسه واستفاده كبيره جدا. اكيد. شوفيه في مواعيده لغايه دلوقتي، شوفيه في حرصه على فنه، في احترامه للكلمه، احترامه للعمل، احترامه للتسجيل. ممكن يصرف قد ايه من نفسه على العمل وبعدين مش عاجبه ويقدر يلغيه ويجرب 20,000 مره لغايه ما يسجل ولغايه ما يستريح. هنا بيقولوا عليه انه شكاك شويه وانه ايه موسوس شويه. الوسوسه الفنيه بالعكس الوسوسه هنا مفيده لانها بتؤدي الى عمل اكمل وعمل اسلم. عشان كده ما نلاقيش عنده حاجه يعني نقدر احنا بعد كده حد يعاب عليها. قبل ما بيطلع هو بيعيب على نفسه، بينتقد نفسه. فيا ريت كل الفنانين الشبان دول يكون عندهم الحرص ده وعدم الاستعجال، ويعرف ان ما دام هو جيد الزمن معاه. اكيد. ما دام فيه جوده. انما مين اللي بيخاف؟ اللي بيخاف اللي مهزوز وحاسس انه مش تمام وحاسس انه الفرص اللي جات هتضيع. لا، الفنان الجيد يعرف ان الفرص القادمه احسن من الفرص المتاحه. في نهاية لقائنا بنشكر الشاعر الفنان عبد الوهاب محمد، وأهلا بيك معنا يا فندم. الله يخليكي وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب.